السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل من بيتزا الصغيرة. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناة، اللي مشتركش في القناة يشترك. شايفين بتمط ازاي الجبنة جميلة؟ معايا طبق غويط، معايا كوباية لبن، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، واقلبهم مع بعض، ادوبهم كده مع بعض ما يدوب السكر. معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص، ربع كوباية زيت، معلقة لبن بودر كبيرة، معلقة بيكنج باودر، نص معلقة ملح صغيرة. يعني لو مش متوفر اللبن البودر يعني ما تحطوش. وهنعجن. معايا كوباية مية كبيرة، هحطها كده بالتدريج، حبة بحبة، وهنعجن. هلم العجينة كده، واعوز ايدي مية كده واعجن ايه في البيتزا. وكل دقيقتين عجن كده، معايا دقيقتين برضو ايه، اسيبها كده على الرخامة واغطيها بكيس عشان تعمل عرق. شايفين عرق؟ تقوي العرق وكده وتريحي دراعتك. كل دقيقتين هعمل كده، يعني اعجن دقيقتين واسيبها دقيقة دقيقتين تقوي العرق فيها والعجينة تبقى ناعمة وحلوة وما تعرفي ودراعتك ما تتعبش. دلوقتي هعصر الطبق زيت ووش العجينة زيت عشان احط الاسترتش عليها، واسيبها تخمر قد نص ساعة عشان احنا بقينا في الصيف في الحر. بعد نص ساعة العجينة خمرت، ههبط العجينة، هعملها رول كده، ومعايا صينية مش هدهنها اي حاجة، وهقرص البيتزا. هعمل القرصة 65 جرام. هنعمل كده وش القرصة، وش البيتزاية. هلمها كده وافردها واروح لمها كده، احطها في الصينية على طول. انا عم وش البيتزا، احطها في اغطيها برضو كيس واسيبها على ايه، على جنب، عشان ايه، اكمل تقريص البيتزا. هنكمل تقريص البيتزا، الميني بيتزا. اغطيها برضو بكيس، استنى عليها قد 10 دقايق او ربع ساعة ترتاح شوية،
معايا هنا معجون طماطم مصلصلاها باربع فصوص توم. معايا توم بودر، بصل بودر، معلقه حبهان بودر صغيره، ومعلقه زعتر صغيره، واقلبهم كده على بعض واحط 3 معالق زيت. معايا فلفل الوان، فلفل اخضر وفلفل احمر، ومعايا زيتون اسود او اخضر، ومعايا لانشون مقطعاه، وجبنه موتزاريلا، و... وقطع فراخ مشوحاه. دلوقتي هنفتح البيتزاية، هنفرد البيتزاية. معايا حبة زيت في سلطانية كده صغيرة، وبفتح البيتزاية بكوباية عشان ايه متلزقش في الكوباية. فاتحة كده البيتزاية عشان اعمل لها حرف. بالمعلقة كده وحش الصلصة، طماطم او كاتشب او اي حاجة يعني ايه. لو عندك كاتشب حطي، لو عندك الصلصة كده ومصلصلها حطي. البيتزا دي بقى تنفع للسندوتشات بتاع المدارس، تحط في اللانش بوكس. احط اللانشون واحط الجبنة الموتزاريلا والفلفل. هبدأ بالفلفل، اوزع الفلفل كده عليها، احط اللانشون، اي حاجة عندك حطيها، لحمة مفرومة، فلفل، آه فراخ مشوحاها كده. كان عندي قطعة فراخ مشوحاها حطيتها عليها. وممكن تعمليها بالخضار خالص، ما تعمليش اي يعني. حطيت الجبنة الموتزاريلا عليها، والمفروض كنت حطيتها في الفرن الاول قبل ما احط الجبنة. خدت لون من فوق كده، ورحت ايه حاطه الجبنة وحطيتها من تحت استوت، عشان ما الجبنة ما احمرت مني، عشان تبقى سايحة وكده. يعني تحطيها تحت الشواية دقيقتين تحمر الوش يحمر، وتروحي حاطه الجبنه وحطها من تحت تاخد لون. انا حطيتها من تحت الاول استوت، وبعدين حطيتها في الشوايه. على ما خدت لون بقى كانت ايه احمرت الجبنه احمرت. لو انت عايزاها سايحه شويه حطيها تاخد لون الاول، وبعدين حطي الجبنه. الصينيه التانية يبقى الحرف كده عالي. معايا شوكه برضو ايه نسيت اعمل في الاولانيه، شوكه بفتحها بخرمها كده عشان ما تقبش في السويه وانا بسوي. افتحها كده من تحت. وبرضو هحط الصلصه. الصلصه ديت حاطه بصلايه واربع فصوص توم وشوحتها. هاجي على حرف البيتزاية كده معلقتين لبن
بالفرشه كده عشان تحمر، تاخد لون. وشويه سمسم بسيطه كده رشيتهم عليها على حروف. دلوقتي طلعنا، حطيت البيتزا على درجه حراره 180، حطيتها من تحت الاول، وبعدين طلعتها على الشوايه تاخد لون. وخلصنا بقى البيتزا. شايفين مستويه ازاي؟ لو عايزه الجبنه تبقى فاتحه شويه حطيها حطيها بعد قبل ما تطلعيها، يعني اديها لون وروح حاطه الجبنه. شايفين سايحه ازاي؟ يلا بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، تشتركوا في القناه، اعملوا لايك بقى. شايفين سايحه ازاي؟ السلام عليكم.